المسجد ده مبني من 700 سنة وما اتحطلوش لحد دلوقتي ولا سماعة، ومع ذلك صوت الإمام بيتسمع في كل ركن من أركان المسجد. حتى لو واقف بره في الساحة بيسمع الصوت بسهولة جدا. الساحة دي اسمها ساحة صلاح الدين، والمسجد اللي بنتكلم عنه هو مسجد السلطان حسن في القاهرة. القبة هنا بارتفاع 52 متر وعرض 21 متر تقريبا، والقاعة كلها مفتوحة ما فيهاش أي أعمدة تعمل تشويش أو تشتيت للصوت، وده من أحد الأسباب اللي خلى الصوت يتسمع في كل الجامع. سبب تاني إن المواد المستخدمة هي مواد طبيعية زي الخشب، الحجر، الرخام، والمواد دي مش بتمتص الصوت، بتعكسه لكن بصدى ناعم. والمثير في الموضوع فعلا ان الدراسات الحديثه للصوت اثبتت انك تقدر تسمع الصوت وانت في كل ركن من الاركان، حتى لو انت بعيد عن الامام او المنبر. عبقريه المسجد ما كانتش في الصوت بس، ده متصمم كانه مدينه جوه مبنى، في 4 مدارس فقهيه وفي نصهم مساحه بنسميها الفناء المركزي للمسجد، وده معمول بتخطيط محوري متناسق بيخلي كل ركن ليه هدفه ووظيفته الصح. حتى البوابة بتاعته تعتبر أكبر واجهة لمسجد في مصر كلها، وده ممكن يكون سبب الناس بدأت تقول عليه هرم مصر الرابع. بص على الزخارف والخط الكوفي اللي منحوت جوه الرخام، القباب الصغيرة، المقرنصات اللي بتخلي السقف فعلا يحسسك إنه متدلي من السماء، وكل ده معمول بإيد حرفيين وعباقرة. وكل تفصيلة في المسجد بتحكي عن فن ودين وهندسة معمارية كانت وقتها سابقة العصر، وده اللي خلاهم يطلقوا على المسجد درة العمارة الإسلامية. مسجد السلطان حسن مش بس تحفة معمارية، ده دليل إن العمارة مش بس شكل، دي تجربة أنت بتعيش جواها. والأهم إنك تقول لي، هل كنت تعرف إن